المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإرترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. شفاء 12 مواطن من فيروس كورونا في الإقليم الأوسط. لقاء لبحث أوضاع الملاريا الراهنة في أفعبت. مشتى المايدما يسهم في إنجاح الحملة الخضراء. مقتل 13 شخصا على الأقل في هجوم على فندق في العاصمة الصومالية. 19 قتيلا جراء القصف في شمال سوريا. وأمر قضائي بتوقيف 64 مسؤولا في الشرطة والجيش بالمكسيك. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شفي 12 مريض كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,149. شفي منهم 10,029 وتوفي 103 مريضا، فيما يتلقى 17 مرضى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 19 من أغسطس 2022. احتضنت عيادة فلكت بمديرية أفعبت في 16 من أغسطس الجاري لقاء لبحث الأوضاع الراهنة للملاريا شارك فيه المهنيون الصحيون ومدير المديرية ومدراء الضواحي، وكذلك المهنيون الصحيون المتجولون وجهات أخرى. وقدم توضيحا مسهبا حول ارتفاع نسبة الإصابة بالملاريا من عام لآخر، وكذلك زيادة رقعة المناطق التي تظهر فيها الملاريا. وأشار التوضيح إلى إصابة 9 أشخاص في منطقتي قمجة وقلامة، المنطقتين الموئتين، بينما وصل أعداد المصابين في منطقة فلكة السليمة من الملاريا 70 مواطنا. وأوضح مسؤول عيادة فلكة الممرض ساقا يوسف أن أغلب المصابين بالملاريا هم الناشطون في التعدين التقليدي والرحلاء، ولا توجد إصابات في المناطق المستقرة نتيجة للتوعيات المكثفة وتوزيع الناموسيات وتنظيم برامج النظافة. وقال مسؤول الخدمات الصحية في مديرية أفعبت الممرض أسرات أمينة أنه لم تشهد المديرية منذ عام 2019 أي إصابات أو أي وفيات بالملاريا، داعيا لتعزيز دور المهنيين الصحيين المتجولين للحد من الإصابة بالملاريا. وقدمت الشابة ديبورا تخلوين توضيحا منفصلا حول أعراض الملاريا وأنواع البعوض وسبل انتقال المرض، وكذلك الأضرار الناجمة عن عدم تناول منتظم للأدوية. ودعا مدير المديرية السيد أحمد محمد نور رجب للعمل الجماعي المنسق واستمرار أنشطة النظافة الأهلية الجارية يوما من كل أسبوع، باعتبار أن القضاء على الملاريا مسؤولية كافة المواطنين. وأكد المشاركون استمرارية أنشطة النظافة البيئية وطالبوا برش المبيدات ضد البعوض باستمرار، وتحفيز المهنيين الصحيين المتجولين، واتخاذ قرار قانوني ضد العاملين في التعدين التقليدي الذين يتركون حفرا تسهم بدورها في تكاثر وتوارد البعوض، وغيرها من الآراء والتوصيات. ذكر مكتب وزارة الزراعة في مديرية مايدما أن مشتل المديرية يسهم كثيرا لإنجاح برامج التشجير التي يقوم بها طلاب الحملة التنموية الصيفية والسكان. وأوضح مسؤول المكتب السيد محرة أرعيا أن المشتل أعد هذه السنة أكثر من 150 ألف شتلة أشجار، وقام الطلاب بشتل 22 ألف شجرة، وتقوم القرى والمؤسسات بشتل 106 ألف شجرة. وأشار إلى قيام سكان المديرية بأنشطة نفير من شهر يناير وحتى شهر يونيو لبناء المدرجات والحواجز المائية في الأراضي الزراعية والمرعي. ويساهم مشتل مايدما بدور كبير لتنمية الأشجار المستوطنة بإعداد ما بين 150 ألف إلى 300 ألف شتلة أشجار سنويا.
يقوم الطلاب المشاركون في حملة التنمية الصيفية بأنشطة فعالة لحماية التربة وحفظ المياه في مديريات مندفر وميمنة وعرزة في الإقليم الجنوبي. ويعمل الطلاب بمديرية مندفر في بناء المدرجات والحواجز المائية والتشجير إلى جانب بناء السكان المدرجات والحواجز المائية في الأراضي الجدبة والمزارع. وقام الطلاب في مديريتي ميمنة وعرزة بأعمال بناء المدرجات الحوضية وصيانتها والحواجز المائية وغرس شتول الأشجار وصيانة منازل أسر الشهداء. أفاد الاجتماع التقييمي الذي عقد في مدينة غرداد تحقيق نتائج مرضية من أنشطة التوعية لعمال المرافق الخدمية بغرض مكافحة الأمراض المعدية. وذكر الاجتماع التقييمي أن محاضرات التوعية المقدمة مرتين في الأسبوع على طول السنة بتنسيق إدارة المدينة ومكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والاتحاد الوطني للشباب والطلبة ومكتب وزارة الصحة كان له دور في رفع الوعي الصحي. ودعا مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد قرماي قبرة تنسائي عمال المرافق الخدمية الاهتمام الجاد لكون المحاضرات المقدمة بالكادر الصحي وغيرهم تسهم لمكافحة الأمراض الناجمة عن الإهمال وتدني الوعي الصحي وتقديم خدمات جيدة. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي شنته عناصر حركة الشباب الإسلامية في فندق في العاصمة الصومالية مقديشو إلى 13 شخصا وفق ما أفاد قائد أمني. وقال محمد عبد القادر لفرانس بريس: نتلقى معلومات بشأن تأكيد مقتل 5 ضحايا آخرين وهو ما يرفع العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا بأيدي الإرهابيين إلى 13 شخصا. وأوضح مدير مستشفى الصدمات الرئيسي في مقديشو أن المنشأة تعالج 40 شخصا على الأقل أصيبوا في اعتداء الفندق وفي ضربة منفصلة بقذيفة هاون في منطقة أخرى في العاصمة. واتهم جهاديون من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فندق الحياة وهم يطلقون عيرة نارية وقنابل. وأكد عبد القادر أن قوات الأمن أنقذت عشرات المدنيين بينهم أطفال كانوا محاصرين في المبنى. قتل 19 شخصا جراء تصعيد عسكري في شمال سوريا، هم 15 مدنيا سقطوا في قصف مدفعي لقوات النظام و4 فتيات قتلوا في ضربة تركية وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة جديدة. وتشهد المنطقة الحدودية مع تركيا منذ أيام توترا على خلفية اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وعلى رأسها المقاتلون الأكراد والقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، وتوسيع التصعيد لإيطال قوات النظام المنتشرة في نقاط حدودية. وكان المرصد أفاد في حصيلة سابقة عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 30 شخصا. وهرع مواطنون وعناصر من الدفاع المدني للمكان المستهدف لإخلاء الجرحى وفق مراسل وكالة بريس الذي نقل مشاهدته لأشلاء وآليات خضار مدمرة وأطفال مصابين بجروح. واشتد القصف بين أطراف النزاع خصوصا بين المقاتلين الأكراد والقوات التركية بداية الأسبوع قبل أن يعود ويهدأ بعض الشيء. أعلنت النيابة العامة للمكسيك أن القضاء أصدر أمرا بتوقيف 64 مسؤولا في الجيش والشرطة لتورطهم المفترض في اختفاء 43 طالبا في مدرسة آيوت زينابا في 2014، وذلك بعد ساعات على اعتقال النائب العام السابق للبلاد خيسوس موربو كرم في إطار القضية نفسها. وقالت النيابة العامة أن القرار يشمل 20 مسؤولا في الجيش و44 ضابط شرطة.
وتتعلق القضية بمجموعة من الطلاب من مدرسة تدريب المعلمين في آية زينابا بولاية جيهيرو جنوب البلاد توجهت السادس والعشرين إلى 27 سبتمبر إلى مدينة إيغولا القريبة من أجل طلب حافلات للذهاب إلى مكسيكو من أجل المشاركة في تظاهرة. وكشف التحقيق أن الشرطة اعتقلت 43 شابا منهم في إطار قضية مرتبطة بعصابة التهريب المخدرات، ثم أطلقت النار عليهم لأسباب ما زالت غير واضحة، ولم يتم التعرف على رفات أكثر من 3 منهم. وبناء على هذا التقرير اعتقل كرم في منزله في مكسيكو بتهم إخفاء قسري وتعذيب وجنح ضد إدارة القضاء من دون أن يبدي أي مقاومة حسب النيابة العامة. أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة شنغهاي بشمال غرب الصين ارتفاع حصيلة السيول الجبلية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت المقاطعة إلى 23 شخصا، مشيرة إلى فقدان 8 آخرين. وأوضح مقر الاستجابة الطارئ للسيول أنه تضرر أكثر من 6000 مقيم في 6 قرى بمحافظة دادونغ ذاتية الحكم القومي هوي وتو جراء السيول الطبيعية، لافتا إلى إيواء حوالي 1500 شخص في ملاجئ مؤقتة بمدرستين محليتين. واجتاحت الأمطار الغزيرة محافظة داتونغ متسببة في حدوث فيضانات وانزلاقات طينية وتغيير في مسارات بعد الأنهار قبل أن تضرب القرى المحيطة. وقد تم إنقاذ 23 شخصا سبق الإبلاغ عن فقدانهم، بينما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية. ختاما نشر إليكم أبرز العناوين. شفاء 12 مواطن من فيروس كورونا في الإقليم الأوسط. لقاء لبحث أوضاع الملاريا الراهنة في أفعبت. مشتى الميد ما يسهم في إنجاح الحملة الخضراء. معطل 13 شخصا على الأقل في هجوم على فندق في العاصمة الصومالية. 19 قتيلا جراء القصف في شمال سوريا. أمر قضائي بتوقيف 64 مسؤولا في الشرطة والجيش بالمكسيك. انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.